السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. هناخد النهاردة معانا الدرس الأول في الوحدة الثالثة، وهو بعنوان الحرف التراثية. الحرف التراثية عندي أول حاجة بنتكلم فيها هي الحرف اليدوية التراثية. معنى كلمة يدوية يعني أول حاجة هنبتديها حتة بحتة. حرفة يعني حاجة أنا ببدأ اللي أنا أشتغل فيها بطريقة معينة، أنا عارف أعملها، محترف فيها، عارف إن أنا أدي فيها كويس قوي. كلمة يدوية يعني أنا ما بدخلهاش مصنع بتتصنع لي من أولها لآخرها، لأ، بنستخدم الإيد فيها. تراثية يعني معايا من زمان، مش حاجة وليدة أو حاجة جديدة معايا. يبقى الحرف اليدوية التراثية هي الصناعات المعتمدة على الأيدي العاملة، حاجة أنا بعملها بإيدي، وقد عرفتها مصر منذ القدم. يعني مصر مش لسه متعرفة عليها أو هي جديدة في مصر، لا، هي حاجة احنا عارفينها من زمان بالنسبة لدولة مصر. بعد كده بيبدأ يعرفني على شخصية جميلة قوي معايا في كتاب المدرسة، وهي شخصية أمينة. بيقول لي إن أمينة بتعيش في منزل نوبي. نوبي يعني إيه نوبي؟ قال لي نوبي هي مدينة موجودة عندي في محافظة أسوان في جنوب مصر. محافظة أسوان في جنوب مصر. يبقى النوبة عندي موجودة، هي مدينة موجودة في محافظة أسوان في جنوب مصر. طيب المنزل النوبي دوت جميل ليه؟ قال لي عشان بيتميز عندي بألوان وتصميمات رائعة. بيتميز بألوان وتصميمات رائعة. طيب عندي هنا في البيت النوبي، لو احنا من القاهرة او من سكان القاهرة او الجيزة، فالبيت بتاعي عندي بيتكون من كذا طابق زي عمارة، زي بيت عادي. لكن البيت النوبي زي ما احنا شايفين هنا في الصورة له الوان متعددة، له شكل غير البيوت المتعارف عليها، ودي بتكون اشكال بيوت النوبة، بيكون عليها شكل زي شكل التمساح دوت اللي بيكون دايما من زمان موجود في كل بيوت النوبة على المعظم، مش الكل قوي. وعندي شكل البيت بيكون بالمنظر دوت، ليه الوان، والشرف بتاعته بتكون ليها اشكال وطابع خاص عن اي بيت تاني. عشان كده المنزل النوبي يتميز بالوان وتصميمات رائعة. واتفقنا ان النوبة بتقع في محافظة أسوان في جنوب مصر. طيب المنزل الجميل دوت بلاقي فيه العديد من منتجات الحرف التراثية، بلاقي فيه حاجات كتيرة عندي. طب بلاقي فيه ايه؟ قال لي بيكون عندي القلة او القلة الموجودة في الشرفة. يبقى القلة عندي موجودة في الشرفة اللي هي الشباك. عندي اشكال القلة زي اللي هي موجودة عندي في الصورة اللي عندي في الملزمة، وممكن كمان اللي احنا نشوفها على الطبيعة زي القلة دي منظر للقلة. عندي كمان سجاد يدوي. السجاد اليدوي عندي الموجود برضو في بيوت النوبة بيكون ليه رسومات واشكال حلوة قوي، بتكون رسوماته بديعة. طب مين اللي بينسجها؟ قال لي اللي بينسجها هو والد أمينة. بينسجها على ايه؟ قال لي على النول اليدوي. يعني ايه نول يدوي؟ النول اليدوي هو عبارة زي في الصورة اللي قدامي كده عن حاجة عاملة زي الخشبة، بيكون فيها خيوط متعددة، بيبدأ اللي هو يسحب الخيط اللي هو عايز يشتغل فيه ويبدأ يدرجه عشان يعمل لي ألوان وأشكال حلوة زي اللي موجودة عندي. عندي كمان الأطباق والسلال الملونة، ديت بتتعمل أو بتصنع من أوراق النخيل. بيبدأ اللي هو يمسك ورق النخيل ويبدأ اللي هو يشتغل بيه بطريقة محددة عنده. عندي في الصورة هنا عبارة عن أطباق وألوان للسلال مختلفة الأشكال والأحجام عندي هنا في الصورة اللي قدامي. يبقى تاني احنا متفقين ان الأطباق والسلال الملونة التي أنتجتها والدتها، يعني والدة أمينة هي اللي بتعملها من الخوص الذي يصنع من أوراق النخيل. السلال هي مفرد سلة، زي هنا زي الأطباق ديت بيتحط فيها كذا حاجة بيستخدموها هناك في النوبة. طيب بعد كده بيجي بيقولي ان عندي بتحرص والدة أمينة على تعليم ابنتها العديد من الحرف التراثية.
طيب زي ايه الحرف التراثية؟ زي ما احنا اتفقنا، القلة هي حرفة تراثية، السجاد اليدوي هو حرفة تراثية. بتبدأ اللي هي تعلمنا زي مامتنا في البيت، ما بتبدأ برضو اللي هي تعلمنا كذا نوع من انواع الحرف علشان خاطر نساعد بيها نفسنا. وكمان لو انا عندي معرض قريب من عندي زي امينة ووالدتها بيشاركوا في معرض زي معرض تراثنا لبيع منتجاتهم. عندي كمان انواع الحرف والصناعات التراثية في مصر. عندي كذا نوع من الحرف التراثية طبعا. بيقولي ان عندي تنوع في الحرف والصناعات التراثية في مصر. بتوجد ايه؟ قال لي عندي صناعة الفخار. عندي في صناعة الفخار بيقولي ان من اقدم الصناعات اليدوية عندي هي صناعة الفخار، وتنتشر هذه الحرفة في العديد من القرى المصرية. يعني حرفة صناعة الفخار مش عندي في مكان واحد. زي مثلا لو احنا قاعدين في قرية، فالقرية اللي جنبنا مثلا ممكن هي كمان تكون بتصنع صناعة الفخار، ممكن اللي جنبها كمان يكون فيها صناعة فخار، وهكذا في أكثر من قرية. عشان كده بيقول لي تنتشر هذه الحرفة في العديد من القرى المصرية. طيب بيقول لي كمان بتعتمد على الإبداع والإحساس الفني للصانع. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني مثلا لو انا عندي قلة بالمنظر دوت، فهو الصانع هو شايف ان كده هو بذل اكتر ما عنده، ان دي القلة اللي هو يقدر يطلعها. ممكن كمان صانع يبدأ اللي هو يطلع لي شكل فخار زي ده يعتبر شكل فخار تاني، هو شايف ان كده هو مبدع في الحاجة بتاعته، وديت الصناعة اللي هو يشتغل فيها. ممكن كمان يبقى عنده إبداع وإحساس فني فيطلع لي حاجة فخار بالمنظر دوت، هي زي الطبلة وفي نفس الوقت هي ميدالية. دي هي كده عندي إحساس أو إبداع فني للصانع. طلع لي الشكل دوت، وطلع لي زي ما احنا شفنا شكل القلة، وطلع لي كمان شكل طاجن الفخار. كل واحد على حسب الإبداع والإحساس الفني اللي عنده للصانع. يقوم الصانع عندي بتشكيل الطين الفخار زي ما احنا شايفين قدامنا كده في الصورة اللي هو بيعمله بإيديه. بعد كده بيطرقه ويجف يبقى صلب زي ما احنا شايفين في الطاجن اللي قدامنا. بعد ما يبدأ اللي هو يجف ويعرف يمسكه، بيروح مدخله فرن. الفرن ده خاص بتصنيع صناعة الفخار، مش اي فرن وخلاص، هو بيكون ظابط معاه درجة الحرارة بتاعته والشغل بتاعه كويس قوي. عندي كمان صناعة النسيج والسجاد اليدوي. زي ما احنا تعرضنا للصورة دي قبل كده وابتدينا اللي احنا نشوفها، فعندي النول موجودة اهوت، وادي الخيوط اللي بيبدأ اللي هو يستخدمها. هنا هو ساحب درجات من الخيوط، لو خدنا بالنا هنلاقي هنا لون وده لون وده لون، كل واحد فيه لون علشان يبدأ يطلع لي الشكل ده. عندي هنا زي ما قال لي ان الفخار من اقدم الصناعات اليدويه، جاي على صناعه النسيج والسجاد اليدوي. بيقول لي هي من الحرف المدرجه على قائمه التراث العالمي في منظمه اليونسكو. هنعرف ايه هي قائمه التراث العالمي في منظمه اليونسكو، بس اللي احنا دلوقتي محتاجين نعرفه عن صناعه النسيج والسجاد اليدوي اللي هي من الحرف المدرجه على قائمه التراث العالمي في منظمه اليونسكو. لو جالي في كتب المفهوم أقدم الصناعات اليدوية هتبقى صناعة الفخار. لو قال لي من الحرف المدرجة على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، فهيبقى صناعة النسيج والسجاد اليدوي. بيستخدم العمال معرفتهم الموروثة ومواهبهم الفنية لإنتاج منسوجات مطرزة. يعني ايه؟ يعني انا موجود في قرية معينة، القرية ديت انا طالع في المكان دوت، الجدي شغال في صناعة السجاد بالطريقة ديت، فوالدي ابتدى اللي هو يتعلم منه، فابتديت انا اطلع اعرف اعمل نفس نوع السجاد. دي معنى كلمة معرفتهم الموروثة، حاجة انا ببتدي اللي انا اورثها من جدودي، بس بضيف عليها مواهبي الفنية. زي ما شفنا الفرق ما بين القلة والطبلة والطاجن، كل واحد ليه موهبة معينة بيطلعها في الانتاج بتاعه. هنا بقى هو بيطلعها في انتاج منسوجات مطرزة.
كمان بيقول لي يعتمد العمال في صناعتهم على بعض الخامات مثل الكتان والقطن والصوف والحرير. احنا اتفقنا اللي احنا عندنا خامات، قال لي الخامة ممكن يبقى قطن بالشكل ده ويبدأ اللي هو نستخدمه في حاجات معينة، ممكن يبقى خيط قطن زي ما احنا شايفين ده اسمه خيط قطن، ممكن تبقى ملابس قطن زي دي كده. يبقى انا عندي بستخدم الخامات زي كتان وقطن وصوف وحرير، وديت اشكال عندي لاشكال القطن زي ما اتفقنا. ابتدوا بعد كده يستخدموا الخامات عشان يطلع لي زي دوت كده بروفال صوف. ابتدوا اللي هم يستخدموا زي ما احنا شايفين كده النسيج، يبدأ اللي هو يستخدمه سواء بايديهم او سواء بمكن علشان يطلع لي الشكل ده. في حاجات منه معمولة هاند ميد اللي هي صناعة يدوية زي ما بناخدها، وفي حاجات تاني معمولة بمكن. عشان كده بيقول لي احنا بنستخدم خامة الصوف في بعض الصناعات بتاعتهم في الصناعات والحرف التراثية في مصر. بعد كده عندي صناعة الخيامية، بيقول لي صناعة الخيامية كمان من الصناعات اليدوية، يبقى صناعة الخيامية برضو من الصناعات اليدوية. طيب ايه شكل الخيامية؟ ده شكل الخيامية، ده بيكون منظر الخيامية اللي بيكون مستخدم او اللي انا بلاقيه في شارع الخيامية بمنطقة الازهر في القاهرة. طيب بيتكلمني ان صناعة الخيامية من الصناعات اليدوية، بيستخدم فيها الصانع الإبرة والخيط. ده بس علشان نفتكر ان الخيامية بتتعمل من الإبرة والخيط، بس دي الإبرة ان الصانع بيستخدمها لأ، ولا ده الخيط اللي بيتصنع منه الخيامية. بس انا جايبة الاتنين دول كمثال علشان نفتكر ان الخيامية بتتصنع من الإبرة وبتتصنع كمان من الخيط. يبقى صناعة الخيامية من الصناعات اليدوية يستخدم فيها الصانع الإبرة والخيط لإنتاج قطع فنية من الخيام. بيقول لي كمان ان بتتركز في شارع الخيامية بمنطقة الازهر في القاهرة. خلينا نشوف الصورة اللي عندي هنا في الشيت او في الملزمة اللي عندي. ده شكل الخيامية وده شكل الخيامية وده شكل الخيامية. عندي كذا شكل الخيامية عندي موجود غير الشكل اللي احنا عاملين عليه مثال، ده شكل من ضمن الاشكال، لكن انا عندي كذا شكل لاشكال الخيامية عندي. تاني تتركز في شارع الخيامية بمنطقة الأزهر في القاهرة. بعد كده بننتقل على صناعة الزجاج. عندي في صناعة الزجاج بيقول لي من الصناعات القديمة. صناعة الزجاج عندي من الصناعات القديمة، يبدع الصناع في صناعة الزجاج وزخرفته في العديد من الأماكن. دي هنا مرحلة والإزاز بيبدأ اللي هو يتصنع. طب بيقول لي اللي ممكن يكون في صناعة الزجاج زخرفة، دي رسمة عندي بتكون على الزجاج أقدر اللي أنا أعملها كده، وده شكل من أشكال الزجاج. ده شكل تاني من أشكال الزجاج بيكون بالمنظر دوت بس من غير ما يكون عليه أي رسومات مطبوعة. وده الإزاز زي ما احنا اتفقنا وهو بيتصنع. يبقى احنا اتفقنا عندي ان صناعة الزجاج من الصناعات القديمة، يبدع الصناع في صناعة الزجاج وزخرفته في العديد من الأماكن. طب فين الأماكن اللي بيتصنع فيها أو بيتزخرف فيها الزجاج دوت؟ قال لي من ضمن الأماكن ديت عندي قرية جراح في محافظة الدقهلية. بنتكلم بعد كده عن قائمة التراث العالمي. بيقول لي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشيحها. لا بالراحة احنا مش فاهمين. معالم يعني اماكن، المعلم دوت يعني مكان معروف، زي ما بنتكلم عن متحف، زي ما بنتكلم عن معبد، زي ما بنتكلم عن الاهرامات، دي اسمها معالم اثرية. لجنة التراث العالمي ديت بيبدأ معايا اللي انا اشتغل فيه
او اللجنة ديت تبدأ اللي هي تتكون علشان تشوف المعلم دوت هو مناسب او لا. طب لجنة التراث العالمي ديت بتكون منين؟ بتكون من اليونسكو، من جاية نفسها من اليونسكو بترشيحها ليتم وضعها في برامج مواقع التراث الدولية. ببدأ أشوف المدن الأثرية أو التراثية ديت هينفع إن أنا تبقى معايا أو لأ، زي مثلا محافظة زي أسوان، زي مثلا زي التراثية اللي احنا خدناها في الصفحة اللي ورا عندي، زي الحرف المدرجة اللي هي صناعة النسيج والسجاد اليدوي. يبقى قائمة التراث العالمي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشيحها، بتبدأ اللي هي ترشحها علشان يتم وضعها في برامج مواقع التراث الدولية زي المدن الأثرية. طب ايه هي الحرف التراثية؟ قال لي للحرف التراثية أهمية في ايه؟ قال لي في دعم الاقتصاد المصري. طب ايه الدعم اللي عندي بتوفر لي ايه؟ قال لي لما مكان يكون عندي اثري، اماكن بيكون فيها زي صناعة الفخار، زي صناعة الخيامية، الاماكن ديت احنا مفيش زيها بتكون في الدول الخارج، فبيبدأ السياح في الوقت دوت اللي هي تجيلي عندي مصر علشان تبدأ اللي هي تتعرف على الحاجة ديت وتشوفها وهي بتتصنع. ففي الوقت دوت هنحتاج ان في ناس تكون مع السياح ديت توصلهم، تبدأ اللي هي تعرفهم عن الاماكن، تعرف اللي هي تتكلم معاهم بلغتهم. فكل دوت بتوفر لي فرص عمل للشباب. كمان بتساعد في حماية البيئة، تستخدم بعض المخلفات في صناعة بعض منتجات الحرف التراثية، زي مثلا لو انا عندي حاجة مكسورة ببدأ اللي انا احطها جنب بعض بشكل معين، تبدأ تديني منظر كويس وشكل احسن. بعد كده بننتقل لتدعم السياحة المستدامة. ازاي؟ قال لي يقبل السائحون عند شراء منتجات الحرف التراثية. انا يوم ما هشتري الحاجة اللي انا عاملاها زي السجاد او الخيامية، هبدأ ان هم يشتروا، هيبقوا عايزين يجوا تاني السنة اللي وراها عشان يشوفوا اشكال جديدة ويبدأوا اللي هم كمان يشتروها. طب يعني ايه سياحة مستدامة؟ هي السياحة التي تلبي احتياجات السياح. انا دلوقتي شايف ان السائح اللي قدامي محتاج ان هو يشتري من عندي زجاج بطريقة معينة، يشتري من عندي سجادة بشكل يدوي شكلها حلو، يبدأ كمان اللي هو محتاج يشتري من عندي بعض الصناعات اليدوية. فانا بلبيله ده، بشوف اللي هو عايزه وببدأ اللي انا اعمله، بس بتلبي احتياجات السياح ومجتمعات البلد المضيف للسياح دون الإضرار بالبيئة. بعمل لك اللي انت عايزه، بس من غير ما الحاجة دي تؤثر على البيئة عندي، تعمل لي ضرر، تعمل لي مخلفات ضارة بالبيئة المضيفة اللي هي اللي نازل فيها السياح زي اللي عندي في مصر. بيقول لي كمان عندي جهود الدولة في إحياء منتجات الحرف التراثية. الدولة بتساعد إزاي؟ قال لي الدولة عندي بتبذل جهود كبيرة عشان تحيي منتجات الحرف التراثية ديت. زي إيه؟ قال لي رعاية مصالح العمال. أنا دلوقتي محتاج علشان خاطر أعمل خيامية مكان يكون واسع، أعرف اللي أنا أستخدم فيه حاجتي براحتي وماشي براحتي، أستخدم اللي أنا عايزه أعمله. فبيكون في الوقت دوت الدولة بتوفر لهم أماكن عشان يشتغلوا فيها براحتهم. كمان عندي إعداد برامج تدريبية لتعليمهم المهارات الخاصة ببعض الحرف، زي ما احنا شفنا مثلا ان القلة او الفخارة شكلها سادة خالص، وشفنا هنا ان الطبلة فيها الوان وفيها اشكال، فهنا بيبدأ اللي هو يعلمهم اشكال ومهارات ان انا اعرف ادرج كذا لون في بعض، ممكن ان انا احط حاجة هنا شكلها كويس وفي نفس الوقت اخليها ميدالية. بيقول لي كمان تسويق المنتجات من خلال المهرجانات والاحتفالات السنوية، مثل عندي معرض تراثنا للحرف اليدوية. ببدأ اللي انا احط فيها حاجتي وابدأ اللي انا اقول انا والله عندي في المعرض دوت حرف معينة ممكن اللي احنا نيجي نشوفها ونبدأ اللي احنا نشتغل من خلالها وتشتروها كمان من خلال المعرض. مدينة الجلود
في ناس بتقول عليها الربكي وفي ناس بتقول عليها الروبيكي، اللي هيعجبكم فيها تمام. لو هننسى حرف الياء فممكن نقول عليها الروبيكي، لو احنا مش هننسى حرف الياء فبنقول عليها الربكي عادي. بيقول لي أنشأتها الدولة في مدينة بدر في محافظة القاهرة لتشجيع صناعة الجلود. كده أنا عندي مدينتين، عندي مدينة بدر في محافظة القاهرة وعندي مدينة النوبة في محافظة أسوان. قال لي أنشأتها الدولة في مدينة بدر في القاهرة لتشجيع صناعة الجلود. مدينة بدر أول ما بنخشها، أو مدينة الجلود أول ما بنخشها بيكون ده منظرها من بره، مدينة الجلود بالروبيكي أهو، ده منظرها من بره. يبقى عندي هنا لتشجيع صناعة الجلود. طيب صناعة الجلود قال لي هي بتعد من أهم الحرف التراثية في مصر. ساهمت هذه الصناعة في ازدهار الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة. عندي كمان بيكلمني على الحرفيون، بيقول لي عندي يحرص الحرفيون على مواكبة هذه المنتجات للعصر الحديث. يعني أنا في الأول كان مجرد الجلود اللي عندي ببدأ أحطها أو اللي أنا استعملها بأشكال تقليدية جدا، بس بعد كده ابتدوا اللي هم يسعوا إلى ابتكار ألوان وتصاميم جديدة باستمرار. زي مثلا لو احنا السنة دي نزلنا اللي احنا نشوف جاكيت جلد بيكون فيه اشكال غير السنة اللي فاتت، بيكون فيه تصاميم جديدة اقدر اللي انا استخدمها كل مرة على عكس المرة اللي وراها. بيقول لي كمان بيشارك الصناع في ورش عمل وتدريبات متخصصة لهذه الحرفة. زي ما احنا اتفقنا ان هم بيعملوا ورش العمل ديت لعدة اشياء، منها ان هم يحافظوا على مستوى عالي لجودة المنتجات، ما يبقاش السنة دي جودة المنتج كويسة يجيلي السنة اللي وراها يكون اقل، لا انا عامل ورش عمل وتدريبات عشان الحاجة تطلع لي في مستوى عالي لجودة المنتجات. بيقول لي كمان ان مدينة الروبيكي هي صديقة للبيئة. ليه؟ علشان بتم إعادة تكرير مياه الصرف الصحي واستخدامها لري الأشجار. يعني احنا مثلا استخدمنا المية في اللي انا اغسل وشي او حاجة، فالمية ديت بتبدأ تنزل في الصرف الصحي، بيبدأوا اللي هم يعالجوها من الصابون او الحاجة اللي جوه ويبدأوا اللي هم يستخدموها لري الاشجار الموجودة بالقرب من هذا المكان. تضم كمان مناطق لإنتاج وفحص المنتجات الجليدية عشان الجلدية ليتأكد من جودتها، ان الجودة بتاعت المنتج دوت كويس اقدر اللي انا استفيد بيه ما يكونش فيه اي مشكلة قبل ما يطلع. كمان بنتكلم عن متحف مدينة الروبيكي. عند زيارة متحف المنتجات الجليدية أو الجلدية التراثية يمكنك كمان مشاهدة مراحل تطور هذه الصناعة في مصر على مر العصور. يعني بنبدأ نشوف من أول ما صناعة الجلد في مصر حصلت لحد دلوقتي مرت بكم مرحلة، كل مرحلة كان إيه الفرق ما بينها وما بين المرحلة التانية. بعد كده بنتعرض لأسئلة سين وجيم على الدرس بتاعنا بكذا طريقة. بنحط مثلا سؤال وبنبدأ اللي احنا نجاوب عليه زي ما احنا شايفين قدامنا كده. بعد كده بنبدأ اللي احنا نحط أسئلة بما تفسر، وبرضو بنبدأ اللي احنا نجاوب من خلالها. بعد كده ما النتائج، بعد كده صح وغلط عندي. بعد كده في الاخر خالص بيبقى سؤال اكتب المفهوم العلمي، والملزمة بتضم 51 سؤال. طيب الاقي فين الملزمة دي؟ الملزمة ديت هسيبه لكم في اول كومنت مثبت عندي تحت الفيديو لو هو في اليوتيوب، ولو على الفيسبوك هتلاقوها على طول في اللينك فوق الفيديو على طول. شكرا جدا ليكم، ولو في اي استفسار او اي سؤال مش مفهوم في الدرس ممكن اللي احنا نحطه من خلال الكومنتات. ميرسي قوي ليكم.